بدكم توصلوا كأس العالم يعني بخلال 2 سنين. شو اللي عملتيه حتى قلبتي هذه الصورة؟ مش فزعة، أنا بجاوب على قد سؤالك. سمر أنت لبنانية. نورتينا ستي. أنا سعيدة أكون موجودة معك. وأنا أسعد صراحة، وهاللقاء بستناه من زمان. أنا جاهزة، وما في أجمل من هيك لقاء بعد تأهل منتخبنا لكأس العالم. أكيد في خطوط حمراء خضراء ولا؟ اليوم كل الملفات تقدر تفتحها، بدك إياه على كرة القدم اسأله، هاي فرصتك. أنت بديتي يعني أكثر شيء انشهرتي كسباحة، مزبوط؟ صحيح. أكثر شيء بالنسبة لك قبل الاتحاد، وشاركتي أكثر من مرة في الأولمبياد، ونتائجك كانت ممتازة. الحمد لله، يعني أكبر شرف لشخص أنه هو يشارك ويمثل بلده بالأولمبياد. نعم. أنا رحت على سيدني سنة 2000 وسنة نعم. 2004 على أثينا كلاعبة سباحة، وب2012 رحت كرئيسة للبعثة الأردنية. فالحمد لله يعني تعب سنين. نعم. وحلم كل أي رياضي أنه يوصل على كأس العالم أو الأولمبياد، والحمد لله يعني مسيرة طويلة بالرياضة أكثر من 18 سنة. حلو. وقدرت أشارك بالأولمبيكس. جميل. أنت كنت لاعبة وبعدين صرتي أمين عام اتحاد كرة القدم. التعامل أنت لما تكوني لاعبة أكيد في أشياء معوقات بتواجهها من الإدارات، وأكيد بتصرخي وبتقولي هدول غلطوا وهدول صح؟ لما صرتي مسؤولة عن بالاتحاد الأردني لكرة القدم، تنتبهي أنه مرات بدك تحاولي قدر المستطاع أنك ترضي الجميع أو قدر الإمكان تساعدي الجميع؟ أكيد كوني كنت لاعبة بعرف معاناة اللاعب. نعم. وبقدر أقول لك يعني أي لاعب أردني بتشوفه وصل منصة التتويج أو شارك بأولمبياد أو بكأس عالم شق الصخر لوصل. يعني الطريق مش سهلة بأي شكل من الأشكال. هي أكيد الرياضة كرياضة إلى تحديات، بس برضو كمان الإدارة الرياضية مش سهلة طبعا. أكيد في محسوبيات زي ما أنت ذكرت بالسابق، في وسطات، في تحديات كتيرة. لكن في منصبي يعني بأمانة سر الاتحاد، أنا دوري يكون في شفافية، يكون في أنظمة والتعليمات متبعة وبتطبق على الكل. فأي واحد يعني أي رياضي بيكون مرتاح إذن في وضوح، في شفافية، وفي تعليمات تطبق على الكل، على الأندية، على اللاعبين بسواسي. جميل جميل. سمر أنت لبنانية. خلاص هاي لزقت إنه أنا لبنانية وبظن استحالة أغير. ما عشان حلوة قلنا أكيد شكلها لبنانية. ما والله ما إلي صلة بلبنان غير إنه أنا انولدت بلبنان، ويمكن عشت 1 2 بحياتي. والدي طبيب كان بتخصص بالجامعة الأمريكية ببيروت، فهاي الصلة الوحيدة للبنان. يمكن العمل جوجل سمر نصار شاف إنه انولدت بلبنان فاعتقد إنه أنا لبنانية. بس صار استحالة أغيرها. هاي أنت ما نفيتي أو ما طلعتي نفيتي؟ ما طلعت إيه؟ يعني إنه لما بدأ الحديث إنه سمر لبنانية مش أردنية، ما طلعتي وضحتي؟ الناس بدها الناس تصدق خلص. لما يلف إشي على السوشيال ميديا بصير كتير صعب تغيره. يمكن الشهر الماضي كان في لقاء مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وسمو الأمير، وكنت أنا موجودة. بقولي قولي وغيري أنا بعرف إنك لبنانية. فلا أنا مش لبنانية، أنا أردنية وعشت كل حياتي بالأردن. حلو. جميل. يعني يمكن صنيعة السوشيال ميديا أو الإعلام أكيد. أو حدا بحبك كتير حب ينكش القصة. بس إنه لبنانية وعلى راتبي وعلى يعني راتبك شو عالي بصراحة. آخر إشي وصل 29,000 راتب. 29,000 بلش 8 بعدين صار 18 23 آخر إشي 29. ما هو مع الأيام بزيد. قلت له مرة لرئيس الاتحاد سمو الأمير علي قلت له انتشرت على السوشيال ميديا وأكلت المسبات على راتبي. قلت له طب خلاص مدام أكلت المسبات يا ريت أخذ جزء من هذا المبلغ. بس أنت بتعرف السوشيال ميديا مرات طبعا. كتير صعب لما ينتشر الإشي وتنتشر الإشاعة بشكل واسع كتير صعب الواحد يغيرها. صح. بس بقدر أكد لك إنه راتب الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم بآخر 20 سنة ما تغير. بآخر 4 أمناء عامون بالسابق ونفس الراتب. وهاي المبالغ اللي بيحكوا فيها وما تغير، مش موجودة وما تغير. يعني أرقام عادية أو منطقية زي السوق منطقية، يعني آخر 3-4 أمناء عامين نفس الراتب. عشان هيك أنت لما وقعتي مع عموتة أعطيتي الرقم 26. كان المسج إنه بدنا نوصل لكأس العالم.
المسج للشارع الأردني، والمسج الأهم من كل شيء مش للشارع الأردني ولا للاعب، لأنه اللاعب إذا ما كان ذهنيا طبعا. لأنه عندنا مواهب، برافو، وعندنا إمكانيات وعندنا قدرات، بس إذا اللاعب ما كان مآمن إنه هو بقدر يوصل طبعا. بكأس العالم بحياته ما رح يوصل. هلا يعني دايما في ذهن الأردنيين الجوهري الله يرحمه، يعني عصر الجوهري اهتم بالصغار وبالناشئين، ركز، هو دارب المنتخب بعدين تفرغ للصغار، والأمير علي أعطاه الفرصة إنه يعمل كل شيء. ثم بعد الجوهري أعتقد أجا عدنان حمد، أجا فيتال، بعدين الجوهري يعني هو كمان الأب الروحي للكرة الأردنية، كان مدير فني ومدرب للمنتخب الوطني لفترة، بعدين انتقل لمدير فني. عدنان حمد وفيتال وغيرهم كانوا مدربين للمنتخب الأول ومش مدراء فنيين. صراحة بعد ما توفى الله يرحمه الجوهري كان عندنا فراغ فني، ما كان عندنا تقلبات كتيرة بالمدراء الفنيين اللي إجوا، لكن نحن هلأ يعني بآخر 6 سنين عندنا خطة فنية واضحة، استقرار أكتر، منطبق أهداف الخطة خطوة خطوة ضمن الإمكانيات والموارد المتوفرة. كأس آسيا بدنا نشره على 2019 في الإمارات، نروح على كأس آسيا الأخيرة. ب 2019 منيح، الشباب عملوا شغل منيح، لكن بكأس آسيا الأخيرة في الدوحة صراحة لا مش هيك، يعني شيء أكثر من طموحنا. احنا بدنا دائما الطموح نصل للدور الثاني لقبل النهائي من الأربعة الكبار، اللي نعمل إشي مختلف. صحيح، كان أداء مميز لمنتخب، بطريقة لعب جديدة، بثقة، بأداء يحترم، بمواهب مواهب رائعة. بس لو وصلنا هاي المرحلة كان في خسارات كتيرة، يعني يمكن اللي هي بفترة الكابتن حسين عموتة. نعم. لما بلشنا معاه بشهر 7 2023 أول مباراة له كانت مع النرويج، صرنا 6-0، وكان في أكثر من خسارة قاسية ببطولات صح. رسمية وببطولات ودية، بس كان عم بيغير الفكرة، إنه منين جبتوها هذا الزلمة النهج يعني هو أدخل نموذج لعب على المنتخب الأردني بتناسب مع طبيعة اللاعب الأردني. حلو. صرنا نلعب بشكل مختلف، بشكل هجومي، مش نضلنا فقط بشكل دفاعي وعلى المرتدات. صار طريقة لعب تتناسب مع هذا منه أكيد. أوكي. أكيد دخل بمدرسة نعم. كروية جديدة، وهي على فكرة هي نفس الفكر الكروي تاع جمال سلامي، هذا نعم. أسلوب اللعب جمال أخده حسين وطبقه نعم. على المنتخب الأردني. حلو. صراحة كان ريسك، يعني إحنا أخذنا مغامرة، أنت غيرت المدرب وداخل على تصفيات كأس العالم وكأس آسيا بعد 6 أشهر، وأنت بس بتاخد لعيبتك بالفيفا ديز 9 10 11 نعم. وبعدين عندك رأسا كأس آسيا، بس الحمد لله يعني قدر يغير النهج الفني. صح. كانت شوك للعيبة. صح. احنا تغير النهج الفني، تغير الكادر كله، الكادر من مسؤول اللوازم للهيد كوتش بالكامل تغير. الملف الطبي صارت إدارة مختلفة للملف الطبي، نعطي اهتمام له. استخدام التكنولوجيا، كرة القدم الحديثة كمان تغيرت. طبعا. عندنا فيديو أناليست، عندنا محللين أداء، عندنا ديتا ساينتست، فكل شيء تغير، البيئة تغيرت، وما كان إشي سهل للاعيبة. كانت فترة انتقالية صعبة. نعم. بس عموتة كان شرس وحاسم ومحترف، ما ببتسم للرغيف السخن، بس يمكن هاي الشك اللي كانوا بحاجة لإلها لاعبتنا عشان يعني يكون التغيير جذري. نعم. والحمد لله. يعني مين اختار عموتة؟ كان في شورت ليستنج، يعني تم دراسة كاملة للمدربين الموجودين، مين المدربين طلعوا على كأس العالم، مين عندهم خبرة بتدريب منتخبات، ومين عندهم إنجازات، مين الدول اللي عملت إشي كويس. إشي كويس. وكان في مدربين أجانب ومدربين إقليميين وعرب، وكان في عدة اجتماعات يعني نعم. مع هاي المدربين، بس بالآخر ارتقينا نروح لمدرب عربي. قرار مين؟ هو قرار جماعي. أكيد يعني الأمانة العامة كان لها دور،
باستقطاب هاي السي فيز والمدربين، بس ما كان يعني هو قرار فردي، يعني مش قرار فردي نهائيا يعني أكيد. وبموافقة مجلس الإدارة بتوجيه من سمو الأمير علي. بس ليش ارتقينا نروح للمدرب العربي؟ لأنه الأردن دائما بركز على المدرب العربي. لأنه الثقافة قريبة، لأنه بيكون مش لأنه أقل كلفة مالية. نحن بهذيك المرحلة ما كنا بنطلع على الكلفة. صحيح عندنا إمكانيات، إمكانياتنا واضحة، ما نقدرش نتعاقد مع مدرب ب30 مليون، بس بالآخر نحن كنا بدنا المدرب الأفضل لهذا المنتخب. وكمان بدك تشوف طموحه، بالآخر بدك تجيب مدرب يكون طموحه بتتوائم مع طموحك. فلما نقينا عموتة كان مفروض يكون مع منتخب المغرب بكأس العالم 2022. ظروفه الخاصة بهذيك الفترة ما سمحت له انه يطلع مع المنتخب، لانه كان عنده، هي ظروفه الخاصه طول عمرها هيك. لا يعني حرام، كان عنده ظروف عائليه يلي منعته انه يطلع، وهي منعته يطلع على كأس العالم. شكرا مع السلامه كمان. بس هو كان عنده اكيد مدرب من هالنوع، عنده الطموح والشغف انه راحت علي مع منتخب المغرب، رح يعني نعطيه الفرصة مع منتخب الأردن. حلو. وهو عنده كمان يعني سجله حافل بالإنجازات. رحبوا وكان حابب يجي كان واحد من عدة مدربين قابلناهم، بس نحن شفنا البست فت، وكان المدرب حسين عموتة هو مدرب قدير. هل زرتي المغرب؟ أنا زرتها خصوصي عشان تشوفي المنشآت والمراكز الإعداد عندهم. أنا زرتها ب2017 وعندهم رؤية ومراكز تحترم. يعني مركز الإعداد للمنتخبات الوطنية بالمغرب لا يعلى عليه. نعم. يعني يمكن 100 دنم في غابة. نعم. في حوالي 9 ملاعب تدريبية، عشب طبيعي وعشب صناعي وعشب هايبريد. فيها فندق 5 نجوم للمنتخب، فيه منامات للاعبين الفئات العمرية، فيه مركز طبي بضاهي أحسن المراكز بالعالم، صرفوا عليه حوالي 220 مليون يورو هذا المركز. فعندهم نموذج يحترم، وفعلا يعني تعبوا، كان في رؤية لكرة القدم المغربية. نعم. لقينا انه في توائم حلو. بالطموح بالأهداف، وهو مدرب قدير. صح. كان شديد وصارم، وكان الشخص للمرحلة التغيير اللي نحن كنا بحاجة لها. عموته هو القرار يتركنا. نعم. ونحن ما بدنا نخلي شخص بالآخر ما بده يكمل المسيرة. نعم. بس كان الترانزيشن أو الفترة الانتقالية سلسة، توقيتها صعب كتير. صح. يعني لما إجا كابتن جمال مهم كتير صعبة. أنت بدك تيجي عند الدور الحاسم. يعني غيرتوا شخصية المدرب بالفكر تبعه. عدنان حمد هادي جدا، أوكي علاقاته منيحة مع اللعيبة، رحتوا لعموتة تف وكشر ونكد وعصبي وفكر فني مختلف. يعني رحتوا من فكر لفكر آخر. بس هذا كان مدروس، ما كان ارتجال. أكيد. لأنه إذا بتضلك تعمل نفس الإشي اللي كنت تعمله آخر 10 سنين هتضلك تجيب نفس النتائج. طبعاً. فلازم كان يكون التغيير نعم. جذري. لما إجا كابتن جمال كمل. قبل كابتن جمال أنا بدي أوقف شوي عند عموتة كل الأردنيين حبوه لأنه وصلوا لنهائي كأس آسيا، فجاب نتائج، والناس شو بدها نتائج الجمهور، وانتوا كاتحاد اكيد راضيين ومبسوطين فيه. عموتة قلتي انه عصبي وكشر ونكد، وكلنا هذا رأي اجماع. ابتسم بكأس آسيا بس ابتسم شوي. شفت له مشهد مع حمزة الدردور لما دفع حمزة الدردور، لأنه حمزة أنا ما عرفت شو اللي صار، يعني ما سألت حمزة، لكن حمزة يبدو أنه هو بيستشير حمزة كونه كان الكابتن، فبيستشيره أو بيطلب منه. حمزة طلب منه شو رايك تغير أو فعصب ودفشه. وحمزة طبعا رد فعله ما كان موفق، كمان رد كان عنيف مع المساعدين أو الإداريين. هون شفنا شخصية مختلفة لعموتة، ولحسن حظه أنه فاز المنتخب الأردني في هذيك المباراة، ولا كان